قال بيقول لك أصعب من الموت يدك للندل مدة. كل هالسنين يلي عايشين فيها بسوريا وطلعنا ثورة وشهداء وتدمرت بيوتنا ومفكرين انه ما في غير بشار ندل. هيك كنا مفكرين كتير جدبان نحن، لك نحن كتير جدبان مفكرين بس بشار ندل. يا زلمة طلع كتير أندال، خصوصا من هدول الأقليات، الأكثرية من الأقليات. يا زلمة ما عندلكن كتير أندال. طلعتوا مبولات مشخخات، طلعتوا انتوا الأندال بإجرامه لبشار، بندالته لبشار، طلعتوا انتوا أندل منه. طلع بشار ملاك جنبكن. أنا بالنسبة إلي بدل أحمد الشرع قسما بالله خرايا عليكن وعلى هيك شراكة يا عمي. أنا بالنسبة إلي قسما بالله خرايا عليكن وعلى سوريا يلي انتوا فيها، والله العظيم خرايا عليكن وعلى هيك شراكة. أنا بداله قسما بالله أعطيكم هيك مزبلة، أعطيكم هيك شي مكان، هيك حاويات تروحوا تسكنوا فيها. أنا بالنسبة إلي ما يشرفني أعيش معكم بعد كل هي الندالة وبعد كل هالوطاوة تبعيدكم. أنا ما يشرفني أعيش معكم. والله طلع كتير إنساني هذا أحمد الشرع، كتير إنساني والله قسما بالله. أنا بداله لأعطيكم هيك غابة تروحوا تعيشوا فيها، ما بيلبق لكم غير تعيشوا بغابة قسما بالله. أنا وكتير مثلي الشعب السوري، كتير مثلي يلي ضحوا مشان سوريا، ما بيشرفنا نعيش معكم. لا والله ما يشرفنا أبدا نعيش معكم. خرايا عليكم وعلى شراكتكم يا خونة يا عملاء، يلي ما في غيركم انتو يلي طالبتوا بالتقسيم وطالبتوا بالتدخل الدولي. ما في غير انتو الأندال. نحن يلي قضينا بهذا الموضوع وقدمنا شهداء وقدمنا كل شيء، ما طالبنا بالتقسيم ولا طالبنا بالتدخل. ما في غير انتو يا خونة يا عملاء. انا بالنسبة الي شحاطي ما بتشرفها تعيش معكم. خرايا عليكم وعلى شراكتكم. يفضح عرضكم من بين الشعوب، يفضح عرضكم من بين الشعوب. ايه والله